لو هسألك عن أكتر مسلسل قريب قوي من قلبك، لازم تختار واحد. كلهم اولادي. لا لازم بس لا أكيد في حاجة بتبقى اللي هي قريبة قوي منك. في مسلسلات انا بحبها جدا جدا، بس هو في مسلسل قبل كده بشويه، الرحله. مسلسل الرحله اللي هو كان بتاع باسل الخياط وريهام عبد الغفور، استاذ باسل، استاذ ريهام، واخراج استاذ حسام علي. كان سايكو دراما. كان سايكو دراما، وكان شخصيه صلاح اللي انا بعملها، وده السبب ان هو الاقرب لقلبي، السبب لان هو ومسلسل تاني كمان لان هو كان نقطه تحول تانية خالص. الرحله كان واحد بيشتغل في بنسيون من نزله السمان، ديلر اصلا كمان، بيبيع مخدرات، كان كل البعد بعيد تماما 180 درجه عني. فعشان كده كنت بحبه قوي، على قد ان انا ده اللي انا بدور عليه طول الوقت. ومسلسل تاني اللي هو كان نقطه تانية، اللي هو الناس بدات تسلم عليا بشكل اكبر شويه في الشارع، وبدات تعرف اسمي اكتر شويه، اللي هو امل حياتي مع استاذ حنان مطاوع. دول اكتر اتنين. دول اكتر اتنين كان بالنسبه لي مختلفين جدا. طب عايز اسالك سؤال في مسلسل الرحله، هل انت حبيته لانه له علاقه بعلم الفلسفه او السايكو، اللي هو المسلسل لازم الممثل المفروض اللي هو يكون دارس ده، لان كل شخصيه بيبقى عندها حاجات حلوه، وفي ناس بتبقى عندها بعض المداخل كده اللي انت لازم تكون فاهم سيكولوجيه الشخصيه اللي انت هتلعبها. صحيح. انت بتتمتع بده او شايف ان طبعا الفنان المفروض يكون دارس ده عشان يعرف يدخل في الشخصيه؟ الفنان لازم تكون ثقافته واسعه على قد ما يقدر. اذا مش سواء خريج معهد او مش خريج معهد، لازم يقرا كتير جدا جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي لازم يقرا فيها علم النفس، ان ده بيساعده في شغله، بيخلي تناوله للشخصيه اصلا شكله مختلف، مش مجرد كلام بيقوله اللي مكتوب على الورق فبيقف قدام الكاميرا بيقوله وخلاص، لا بيقوله باحساس الشخصيه نفسها. يعني لو شخصيه سايكو، شخصيه زي صلاح اللي اتعملت، اللي هي بتاعت الرحله دي، زي ما اقول لك الموضوع كان بعيد تماما عني، ليه طريقه كلام مختلف، ليه تيمبو في الكلام نفسه مختلف، حتى ايقاع مشيته وايقاع ضحكه نفسه لازم يكون مختلف تماما. ان انت لازم تقولي ده مش ممكن يكون نور، او مش ممكن يكون الممثل ده. علشان كده كان بالنسبه لي ريفرنس كتير جدا جدا قابلته في حياتي، طلع كتير قوي في الشخصيه دي. ناس كتيره قوي قابلتهم، يعني زي ما قلت لك بقى، مخزون بقى خلاص. ايوه انت عمال بتسجل جوه دماغك. طلع في الشخصيه دي بشكل كبير جدا. لان الحمد لله رب العالمين قال ان ده غير نور تماما، ده واحد تاني خالص. وده اكتر حاجه بتسعد اي ممثل، ان يتقال ان دي شخصيه مختلفه او واحد تاني. احنا صدقنا الشخصيه، ما شفناش نور، احنا شفنا فلان الفلاني. واضح ان انت بتحب عامه التحدي يعني عايز تدخل. بحب ده جدا جدا باين جدا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.